بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وهنا وفي احسن حال. طبعا احنا من زمان ما قعدناش على الطبلية، ده ما قعدنا على الطبلية يبقى هنعمل ايه؟ حاجة حلوة. هنعمل الحاجة الحلوة اللي كنا بنعملها زمان، هي اسمها كده. ماشي. طبعا انتوا لما تشوفوا الحاجة هتقولوا لي دي اسمها كذا واسمها كذا، بس انا بسميها كده الحاجة الحلوة بتاعت زمان. معايا ايه؟ حوالي كوباية ونص دقيق. معايا معلقة سكر حلوة كبيرة كده، ولو عايزين تزودوا زودوا. معايا معلقة بيكنج باودر، باكو فانيليا، معلقة نشا أو كاستر. ومية طبعا ما هتاخد. طبعا هنزل الخميرة. دي خميرة اللي هي قطع، مش خميرة فورية. على شوية السكر، وهسيبهم كده يتفاعلوا مع بعض. وهاجي في البولة ديت وهنزل شوية الدقيق بتوعي تبع ما انت عايزة. ده مش مربوط بكمية، ده يعني بالنظرية بتاعتك كده. طبعا نزلت بقى شوية النشا وشوية البيكنج باودر وشوية الفانيليا، وهدوب الخميرة حلو هنا وانزلها. هتقولي لي ايه اللي لونه احمر ده؟ طبعا كاستر او نشا. هقلب حلو. ديت عجينتها بتبقى طرية شوية، مش ناشفة. اهم حاجة اعجنها حلو. واخدبها حلو كده، واخدها شايفين؟ يعني ما تقولوش الكمية صغيرة، لا، عملت لي كمية حلوة بشوية دقيق، حوالي كوباية ونص. وهي اخدت برضو حوالي كوباية ونص مية، لان شايفينها هي طرية، ولا حطيت لها زيت ولا حاجة في العجين. ولو حابين تزودوا كمية السكر زودوا، ولا شربات ولا حاجة. زمان كانت ستي بتعملها وانا اتعلمتها منها، كان نفسي تروح لها كده، اروح داخلة عاملاها. فبصراحة النهاردة يعني حسيت خدني الحنين ليها كده وقلت اقوم اعملها، وما خدتش معايا ثواني. يعني هي بصوا شايفين هي قد ايه، وما خدتش ثواني، وكانت حاجة حلوة وحاجة سهلة كمان. كده انا خلصتها. اغطيها بقى ايه، واسيبها شوية، قبل اسيبها حوالي ساعة لما تخمر، احس ان هي عملت فقاقيع كده وخمرت معايا. طبعا هي طرية، بس انا مش همسكها بايديا. كده هي خمرت. انا عايزة اوريكم بس، شايفين الفراغات اللي فيها دي؟ انا مش ههدها ولا حاجة، انا عايزاها بفراغاتها كده زي ما هي. وهنروح طبعا حطينا الزيت على النار، واخدنا معلقة زيت عشان ادهن المعلقة، ولا ازازة ولا كيسة ولا كيس حلواني ولا بايدي حتى. هدهن المعلقة زيت، وهاخد بالمعلقة وانزل في الطاسة على طول. هيكون الزيت سخن معايا اهي، وهتشوفوها بقى هي هتعمل ازاي في الزيت. اخد الحتة عشان ما تمسكش في المعلقة معايا اهي، وانزل في الزيت. شايفينها هي خمرانة ازاي؟ بصراحة كانت خفيفة وجميلة. واحدة واحدة كده لحد ما املى الطاسة. طبعا اهدي النار عشان دي ما بتاخدش وقت على النار اصلا، بالخميرة اللي فيها والبيكنج باودر ما بتاخدش وقت اصلا اهي. يعني احنا مهدين النار، شايفين؟ بكل سهولة. يعني انا كل ما بحس ان هي هتلزق في المعلقة بروح دهنها زيت، وبشكل عشوائي. انا مش عايزاها كور مدورة، انا عايزاها كده زي ما كنت انا بعملها زمان اهي. اول ما بتتحط في الزيت بتنفخ، بتنفش على طول. شايفين؟ بالحجم اللي انتوا عايزينه، عايزينها كبيرة عايزينها صغيرة، زي ما انتوا عايزين. يعني خلصت الكمية بتاعتي، وفي ثواني اصلا، في ثواني بتستوي اصلا، ما بتاخدش وقت. قلبتها، شايفين اللون بتاعها؟ بس انا عايزاها ايه، تغمق شوية كمان، ولا بتطرطش ولا حاجة.
ولا خدت زيت. انا ما زودتش الزيت زي ما هو في الطاسة، يعني انا ما حد هيقول لي مثلا ده هتاخد زيت كتير، لا، هما شوية الزيت زي ما هو، انا ما زودتش الزيت ولا حاجة. كده هبتدي اطلعها بقى على ورقة كده بس تشرب الزيت، وبعد كده احطها في طبق تاني بالشكل برضو ده. انا مش عايزة اسويها بقى، ولا عشان ما حدش يقول لي شكلها مش مساوي. هتقولي لي بقى زلابيا، هتقولي لي لقمة القاضي، هتقولي لي بغاشة. انا بقول دي الحاجة الحلوة اللي كنا بنعملها زمان. هي عندي اسمها كده. شايفين الزيت؟ انا مزودتش الزيت خالص. انا مزودتش الزيت، هو الزيت الكمية اللي كانت في الطاسة هي زي ما هي، يعني ما شربتش مني زيت خالص، وما خدتش وقت، يعني يعتبر هو الوقت بتاع التخمير بس. شايفين بقى قلبها عامل ازاي؟ عشان كده انا مرضتش اهد الخمر بتاعها او اهبطها. وده طبعا سكر بودرة، سكر من عندك واصحنيه في المطحن بتاع الخلاط اهو. عندك شوكولاتة ماشي، عندك كراميل ماشي، عندك مربى ماشي، اللي انت عايزاه تاكليها بسكر بودرة كده، ترش عليها سكر. ممكن تزودي السكر بتاعها في العجينة وما تعوزيش اي حاجة تانية. طبعا انا كان عندي صوص شوكولاتة في التلاجة، طلعته عشان انا ولادي بيحبوا الشوكولاتة، ورشيت عليها سكر بودرة. بس بصراحة كانت جميلة. احنا كنا بناكل فيها، وانا شغالة كنا بناكل فيها اهي. بس حابينها تبقى مسكرة هي نفسها، وما تحطوش سكر بودرة ولا حاجة، تزودوا لها بس السكر في العجينة. مش هيزعلها، ولا بالعكس هيخليها تخمر بسرعة كمان. السكر بيتفاعل مع الخميرة. وكده خلصنا الحاجة الحلوة بتاعت زمان بتاعتنا. سموها بقلاوة، سموها زلابية، سموها لقمة القاضي. انا بسميها زي ما قلت لكم الحاجة الحلوة بتاعت زمان. شايفين قلبها عامل ازاي اهي؟ وجميلة وبتشبع. ويعني بصراحة شايفين القلب بتاعها عامل ازاي؟ مشبك كده من جوه، جميل جميل وخفيفة. يعني هي ما شربتش زيت. ايه رأيكم؟ دي انا كنت بعملها زمان وانا صغيرة كده، اول ما ابتديت اتعلم الطبيخ. كانت ستي كانت بتعملها، كنت بقعد جنبها لحد ما حفظتها لوحدي. بقالي كتير ما عملتهاش، بس نفسي راحت ليها وعملتها. قولوا لي رأيكم فيها وجربوها بشوية دقيق صغيرين. مش هتشتري لها يعني، كل الحاجات دي موجودة في البيت. ما تنسوناش في التعليقات واللايكات. بحبكم في الله، احلى اخوات واحلى متابعين. ادعوا لنا كده ان شاء الله، ربنا بالتوفيق من عند الله. وكل سنة وانتم طيبين.